أمريكا نحن نتحدث عن السيادة الخارجية بطبيعة الحال. الدول الداخلية موجود. إذا كان يريد أن يقارن الجزائر بدول منهارة مثل فنزويلا ودول أخرى فهذه المقارنة صحيحة. أما إذا كان يريد أن يقارن الجزائر بدول خرجت من وأصبحت دول نامية وليس لها بترول، ليس لها بترول إطلاقا. عندما يتكلم عن اقتصاد، الشروط الموضوعية البسيطة في الجزائر لوجود اقتصاد منتج غير موجودة. أولا ليست هناك بنوك، ثانيا ليست هناك حوكمة، ليست هناك عدالة، ثالثا المؤسسات، الجزائر لا تحكمها مؤسسات، لا تحكمها، يحكمها أفراد من وراء الستار، أصحاب القبعات الخضراء والزرقاء والملونة. الجزائر التي كانت لها بحبوحة مالية لم تستطع أن توفر لأبنائها القمح، لم تستطع أن توفر. لحد الآن الجزائر تستورد البصل إلى اليوم بعد 54 سنة من الاستقلال. الجزائر تستورد البصل، الجزائر تستورد الأقلام، الجزائر تستورد كل شيء. لنقارن الجزائر فقط بالشقيقة المغرب التي ليس لها بترول ولم يكن لها بحبوحة. أما عندما يتكلم أن الجزائر لم تنهار في الثمانينات، ولن تنهار في الثمانينات كنا 20 مليون، وفي الثمانينات في الثمانينات الظروف الاقتصادية كان شيء آخر. في نفس الوقت الذي يتكلم هذا السيد عن يتكلم بالعموميات ليقول لنا هذه الشركات الجزائرية كم أعطت. يعطي له مثال صديق وربراب. هذا